الله الله، ايه الجمال ده يا جماعة؟ شايفين صوابع زينة بطريقة سهلة واحترافية ومن غير اي مكونات خالص. بصوا بتتعمل في دقايق. الكلام الجامد ده كله عملته بكوباية واحدة بس من الدقيق. اوقات كده بتطلب معانا ناكل حاجة حلوة ومسكرة، خصوصا في البرد ده. يعني من الاخر كده حاجة خطيرة بجد، حلوة قوي ومرملة وتحفة. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ابدأ، انا اسمي مروة. لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات وتعرفيني من اي بلد انتي بتتابعيني. وقولي لي رايك ايه في وصفاتنا. وانصحكم ان انتوا تحفظوا الفيديو ده لوصفات رمضان، هينفعكم جدا. اول حاجه هنشتغل فيها هي الشربات. انا هعمل مقدارين بس، هقول لكم مقدار واحد بس، تمام كده؟ كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه، هنحطهم على النار. بعد اول غلوه هننزل بعصير نص ليمونه وكيس من الفانيليا، دقيقتين بالظبط وهنطفي عليه. احنا عايزين الشربات بارد تماما، والخطوه دي مهمه جدا لنجاح الوصفه بتاعتنا. تمام كده؟ الشربات بيكون ولا تقيل ولا خفيف، بيكون وسط زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه بقى يبرد تماما، وتعالوا بينا نعمل العجينة التحفة بتاعتنا. كوباية من الدقيق، ربع معلقة صغيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة من السكر، ربع كوباية من السميد الناعم، رشة ملح، تلت كوب من السمنة. تمام؟ وهنعجن بمية دافية. طريقة سهلة وبسيطة. بحط انا المية الدافية في الكوباية بتاعة السمن، تمام؟ وببتدي بقى انقط كده معلقة بمعلقة. اخدت تقريبا معايا ربع معلقة، سوري، ربع كوباية، على حسب ما بتاخد معاكي بقى وتلم معاكي. تمام كده؟ العجينة هتحسوا انها لينة وطرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش، يعني هتلاقوا الطبق فضي تماما ونضف كويس جدا دلوقتي. ميزة بقى الوصفة دي انها ما بتتخمرش، بشتغل فيها على طول. بعملها رول بالشكل ده وببتدي اقطعها القطع اللي انا محتاجاها. طبعا المقاس بتاعك انتي، في ناس بتحب صوابع زينب كبيره شويه، انا بحبها صغننه الصراحه. كل واحد على قد صباعه بقى. انا ببتدي اعملها كور بالشكل ده. بس اهم حاجه ان انتوا تغطوها وانتوا بتشتغلوا. انا للاسف غطيتها في نص الكميه، حسيت انها هتبتدي تنشف. ببصمه الكحك ببتدي افردها بالشكل ده، بس ما تبالغوش قوي في الفرد. يعني ما تبالغوش قوي وانتوا بتضغطوا على العجين. وبعد كده لفيها بايدك. الموضوع سهل وبسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده، عشان تاخد الشكل الحلو قوي ده. لو مش متوفرة عندك بصامة كعك، تقدري تعمليها بأي حاجة متوفرة عندك. أنا كان عندي المصفى بتاعت الزيت، عملت لكم عليها 2 علشان تشوفوا الشكل بيكون ازاي. برضو بنفس الفكرة ونفس الطريقة، وبتكون برضو لطيفة جدا. شايفين ده بيكون شكلها. الكوباية من الدقيق عملت لنا كمية محترمة جدا. على فكرة العجينة سهلة وطرية وبتتشكل معاكي بكل سهولة. زي ما قلت لكم، أنا لحقت نفسي وغطيتها في نص الكمية. انتوا غطوها من الأول بقى. بعد ما بنخلص الكميه بتاعتنا بنفس الطريقه، ما بنستناش انها تخمر، مش عايزينها تختمر عشان ما تضاعفش حجمها. تمام؟ في زيت يكون غزير، يكون سخن جدا، وبعد كده نخلي النار وسط. والخطوه دي مهمه جدا علشان ما تقرمش من بره وتاخد اللون الاحمر الحلو او الذهبي الحلو وتكون نيه من جوه. عايزينها وسط عشان تستوي على نار هاديه. نبدا نقلب فيها بالشكل ده. شايفين؟ ما فكتش مننا خالص ومحتفظه بنفس الشكل اللي احنا عملنا بيها. تجنن بجد. حضرت الشربات جنبي وبقيت اطلع من الزيت على الشربات على طول. سهلة وبسيطة جدا وبجد خطيرة. شايفين يا جماعة الطعامة؟ هنقلب بقى كويس جدا في الشربات بالشكل ده. في الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نصفيها من الشربات كويس وتقدميها بقى بألف هنا. عملنا طبق من لا شيء خطير، ومن الحاجات السهلة والممتعة والبسيطة حتى في شغلها. ما فيهاش اي تكنيك ولا فيها اي افتكاسات ولا فيها اي ريسك ان انت ممكن مثلا تعمليها وتطلع معاكي مش لطيفة. لا، بإذن الله هتطلع معاكي ناجحة، لانها ما فيهاش اي حاجة خالص ممكن تكون صعبة عليكي. شايفين البصمة بتاعتها؟ ما اتحركتش خالص ولا فرشحت ولا اي حاجة، والشكل زي ما احنا عايزين بالظبط. نفس البصمة بنفس الشكل، ما فتحتش مننا. بجد عجينة ناجحة جدا. جربوها على ضمانتي وباذن الله هتدعولي. واللي جربها يقولي في الكومنتات، ويا ريت تقولوا لي من اي بلد انتوا بتتابعوني. ولو حد عمل وصفة من وصفاتي نزلوها في جروب التطبيقات بتاعي، اللينك عندكم هتلاقوه في الصفحة. شايفين يا جماعة مرملة وتحفة ازاي من جوه؟ انا مش عارفة الشيت عايز مننا ايه. بيعمل فينا كده ليه؟ بجد اتجنن. جربوها وان شاء الله تدعولي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.